اهلا بكم مرة تاني مع ملخص تركي جديد، والنهاردة هنعرض الحلقة السادسة من مسلسل ورود وذنوب. ويلا نعمل مراجعة سريعة علشان الناس اللي ما شافتش الاجزاء اللي فاتت. المسلسل كان بيبدأ مع سرحات ومراته براء، واللي كانوا بيحبوا بعض جدا، ولكن في يوم بيكتشف سرحات ان مراته براء بتخونه، وكمان بتخلف بنت عندها 6 سنين واسمها قدر. وفي اليوم اللي اكتشف فيه سرحات خيانة براء، كانت براء دخلت في غيبوبة طويلة. وحلقة الوصل في المسلسل كانت بنت جميلة اسمها زينب، ودي اللي وصلت قدر بسرحات. وعلشان ما اطولش عليك، يلا بينا ندخل في احداث الحلقة الجديدة بعد ما براء فائت. الحلقة كانت بتنتهي لما زينب بتسأل براء عن مكان قدر، ولكن براء بتقول ان قدر كانت عايزة ترجع بيتها القديم، وان هي سمحت ليها بكده بما ان هي امها. فبتتخانق زينب وبتقول لسرحات ان هي اللي ليها السلطة ان براء تروح فين او تيجي منين. وفي الوقت ده بيطلب سرحات من براء ان هي تخلص خالص وما تتكلمش، وبتقرر زينب ان هي ترجع علشان تاخد قدر. فبيقول لها سرحات ان هو هيجي معاها. وبنرجع لجيهان واللي بيتصل بعذرا وبيسألها هل هي راحت تقابل مصطفى ولا لا. فبتخاف عذرا جدا وبتقول له لا. فبيقول لها جيهان ان هي بتكذب عليه، وان هو عارف ان هي راحت قابلت مصطفى. ده طبعا ابرو اللي قالت له الكلام ده. فبتعتذر له عذرا وبتقول له ان هي راحت علشان ضميرها كان واجعها عليه. فبيقول لها جيهان ان هو لسه خارج من اسم الشرطة دلوقتي وسلم الفيديو بتاعها، وان الشرطة هتيجي تاخدها كمان شوية. ده غير كمان ان هو ما عادش هيبقى ليه علاقة بعلاج امها في المستشفى. وفعلا بتقفل وبتوصل الشرطة وبيقبضوا على عذرا، وبتكون عذرا مرعوبة جدا وبتترجى جيهان ان هو يسامحها. وفي الوقت ده بيقول لها ان هو مش هيقدر يسامحها لان هي ما بتسمعش الكلام. فبتقول له عذرا ان دي اخر مرة وان هي مش هتعمل كده تاني. ففي الوقت ده بيؤمر جيهان الشرطة ان هم يفكوا الكلبشات من ايديها. وبنعرف ان دول ما كانوش اصلا من الشرطة، وان جيهان هو اللي كان مأجرهم لانه طبعا كان عاوز يخوف عذرا. وفي اللحظة دي بتكون عذرا مصدومة. وبنرجع لسرحات وزينب مرة تاني. وفي الطريق زينب بتشتم على براء وبتقول لسرحات ان هو للاسف معرفش يختار ام كويسة لبناته. فبيقول لها سرحات ان هو ملوش ذنب بالموضوع ده، وان براء هي اللي رجعت لهم قدر. فبتوضح له زينب وبتقول له ان هي متضايقة من براء مش منه هو. فبيقول لها سرحات من فضلك ما تقوليش عليها مراتي. فبتقول زينب ان انتوا بقيتوا كلكم شبه بعض. ففي اللحظة دي بيتعصب سرحات وبيوقف العربية وبيقول لها تقصد ايه بكلامك دوت. فبتقول له زينب ولا حاجة. فبيصمم سرحات ان هو يعرف تقصد ايه. وبتقول له زينب ان هو لو متحركش دلوقتي هتنزل من العربية وهتجري. فعلى طول بيتحرك سرحات وبيوصلوا البيت، وبيدخل زينب وبتدور على قدر. وبتقول لها زينب ان هي متخافش وان هي جاية تاخدها. فبتقول لها قدر ان هي مش هتمشي من هنا. فبتتصدم زينب وبتقول لها ان هي ما تخافش من تركان وان محدش هيقدر يجي جنبها. فباللحظة دي بيسألها سرحات ليه مش عايزة تيجي معاهم. فبتقول لهم قدر ان هي امها قالت لها ان هي لو فضلت في القصر مش هتحبها، وان هي لو فضلت هنا هتبقى تجيلها كل يوم. فبتتفاجئ وبتبص زينب لسرحاته، وبتحاول زينب ان هي تقنع قدر ولكنها ما بترضاش. فبتمشي زينب وهي حزينة وبتخرج وبتعيط. وبيقول سرحات لتركان ان هم لو اتعرضوا لقدر مرة تاني هيوديهم في داهية. وبيحاول سرحات ان هو يهدي زينب، ولكن زينب بتقوله ان براء دي مستحيل تكون ام ولا حتى انسانة. وبيشوف ابو زينب عربية سرحات، فبتتصل بيها امها وبتسألها بتعملوا ايه هنا. فبتحكي لها زينب عن اللي حصل، وبتعرفها زينب ان هي هتجيب هدومها وهترجع البيت النهاردة. فبيقول لها سرحات ان هي ما ينفعش تسيب القصر. وبتكلم جيهان مع عذرا لانها كانت خايفة جدا. فبتسأله عذرا ان هو عارف منين ان هي راحت لمصطفى. فبيقول لها ان هو عارف من ابرو. وبنرجع لابرو اللي بتكون في الفندق وبتسمع سيفدا وهي بتتكلم مع براء. وبتقول لها سيفدا ان هي حصل علاقة بينها وبين سرحات امبارح. وبنرجع لشريك جيهان واللي بيجي له موظف الفندق اللي كان بيسمح بدخول المهربين. وبيقول له جيهان ان هو يستخبى فترة وان هو هيجهز له ورق وهيسفره قريب. وبنرجع لزينب وسرحات البيت وبتتخانق زينب مع براء. وبتقول لها براء ان وجودك هنا في البيت ما بقاش له داعي. وبتديها كمان الشنطة بتاعتها. وبتاخد زينب شنطتها فعلا وبتمشي. وبتحاول براء ان هي تتكلم مع سرحات ولكنه بيزعق فيها. وبتقول له ان هي مشيت قدر وده علشان تنسى الغلطة بتاعتها. فبيقول لها سرحات ان زينب مش امها ومع ذلك اهتمت بيها مكانها. فبتقول له براء ان كل ده علشان زينب اتولدت في بيت فقير. فبيقول لها سرحات ان ضفر من زينب
احسن منك مليون مرة، وبيطلب منها ان هي تمضي على اوراق الطلاق وتسيب البيت. فبتقول له ان ورق الطلاق كان مكتوب في التاريخ اللي كنت فيه في الغيبوبة، وبعرف بنتك انك قررت تطلقني وانا بموت فيك. فبيقول لها ان هو استحمل ومرضاش يحكي ليهم ان هي خاينة، وده بس علشان خايف على مشاعرهم، ده غير ان هو ما كانش عايز يهز صورتها قدام بناتها، وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بتكون ابرو رايحة للشغل وبتقف معاها زينب وبتسألها جابت الفلوس دي منين، لا تكون اخدت كارد مرة تاني. فبترد عليها ابرو وبتقول لها ان كل الهدوم دي تقليد ومش اصلية. فبتقول لها زينب يا ريت تبقى كده. وبنرجع لبراء واللي بتكون قاعدة مع بناتها وبتقول لهم ان ابوهم اتغير معاها جدا وده من غير سبب. وفي اللحظة دي بيتصل براء بكيم وبتقرر ان هي ما تردش عليه بسبب كلام امها، ولكن براء بتقول لها ان هي ترد علشان ما يبعدش عنهم. وبيكلمها سرحات وبيطمن عليهم وبيقول لهم ان هو هيقضي اليوم معاهم النهارده. فبتقول له كيم ان هي مش موافقة وان هم عايزين يقضوا اكبر وقت مع امهم. في الوقت ده بيكون جيهان بره القصر وبيكون مستني البنات تخرج علشان يتكلم مع براء. وفعلا بيدخل جان لبراء وبيقول لها ان بسببها خسر اخوه، وان اخوه كمان شك فيه لانه كان مفكره ان هو بقدر وكان هيقتله. فبتقول له براء ان هي ما كانتش تعرف، وبيقول لها جان ان كل ده بسببها هي. فبترد عليه وبتقول له السبب اصلا كان في عذرا، وانك ما حكيتش لسرحات حاجه عن السر بتاعي علشان ما يتفضحش سرك انت وعذرا. وبتقول له براء ان هي حكت له علشان كانت محتاجه تحكي لحد. وبيسالها جان عرفت سرنا وعذرا منين. فبتتوتر براء وبتقول له ان هي توقعت ان عذرا هي اللي عملت الحادثه وانك انت اللي دخلت السجن بدلها، ولكن جان ما بيصدقهاش. وبيسالها جان مين ابو قدر. فبتقول له براء ان هي خايفه ومش هتقدر تتكلم. وبنرجع لزينب واللي بتكون بتبيع الورد مع امها. وفي اللحظه دي بيوصل سرحات ولكنها بتتجاهله وبيقول لها ان هي نسيت الزرعه بتاعتها وهو جه علشان يرجعها لها. فبترد عليه وبتقول له انك جايبها علشان خاطر ما يكونش ليا اثر في بيتك، وعلى العموم يا سيدي متشكرين. في الوقت ده بيجي تليفون لسرحات وبيعرف ان براء اتصلت برقم غريب من تليفونها وان هي رايحه تقابله دلوقتي. فبتقول زينب لنفسها ان هو هيوقع نفسه في مشاكل تاني وبتقرر ان هي تروح معاه. في الوقت ده بتروح عذرا لمصطفى وبتتخانق معاه، وده لان هو عرف ابرو ان هي جات واعتذرت له، وان ابرو كمان عرفت جيهان وان بسبب كده هي اتعاقبت. فبيقول لها ان هو ما حكاش لابرو حاجه، وبيفتكر مصطفى ان هو حكى لامه. فبيعتذر منها مصطفى وبيقول لها ان هو ما كانش يقصد، وبيطلب منها ان هو يعزمها على شاي كتعويض ليها. فبترد عليه عذرا وبتقول له ان هو يا ريت يعمل لهم شاي تقيل، وبتقعد معاه وبتحكي له ان ابوها كان شغال على عربيه شاي وان هي كانت بتساعده، وان هي اتعرفت على جيهان لما كانت جرسونة عنده في الفندق. وقبل ما تمشي عذرا بتطلب منه ان هو ما يعرفش حد اي حاجه، وبيقول لها مصطفى ان هي ما تقلقش. وبنرجع مره تاني لابرو واللي بتقدم القهوه لجيهان، وبيقول لها جيهان ان هي تقعد معاه شويه. وبيرد عليها وبيقول لها ان سرحات دفع فلوس كتير علشان زينب تهتم بقدر. فبتعترف له ان حبيبها كان نصب عليها واخد كارد باسمها وخلع، وان هم سددوا الكارد بالفلوس اللي عطاها لهم سرحات. وبتقول له ابرو ان هو للاسف ما بتقابلش غير رجاله زباله. فبيتضايق جيهان من كلامها وبيسالها ان هي لو عايزه تلاقي حبيبها اللي ضحك عليها. فبتقول له ان هي دورت عليه كتير وللاسف ما قدرتش توصل له. فبيقول لها ان هو تبعت له رقمه وملكيش دعوه باي حاجه. في الوقت ده بيوصل سرحات وزينب للمكان اللي براء فيه، وبيدخلوا المطعم وبتكون براء قاعده لوحدها. وبيدخل سرحات وبيقول لها يا ترى حبيبك فين. فبتقول له براء ان هي كانت مستنياه لان هي عارفه ان هو بيراقبها. وبتقول براء لزينب ان هي لو فعلا بتحب قدر ما تحاولش تدور على ابوها، لان لو قدر عرفته هتكون حزينه اكتر. وبتقول لسرحات ان هي مش بتتواصل معاه ولو مش مصدق يشوف تليفونها. فبيروح سرحات للجرسون وبيساله لو براء عملت مكالمه من تليفونه. ففعلا بيكون براء عملت مكالمه وبيفتش سرحات في التليفون، ولكن براء بتكون مسحت الرقم. فبيتعصب عليها سرحات وبيقول لها ان هو مش هيخليها تتنفس غير لما يعرف هو مين ابو قدر. وبنروح لقدر واللي بتكون مستنيه امها زي ما وعدتها، ولكن براء بتتصل بتركان وبتتكلم مع قدر وبتقول لها ان هي مش هتقدر تيجي النهارده وان هي هتبقى تجيلهم بكره. وبتشرط عليها وبتقول لها ان هي لو اتكلمت او قعدت مع زينب للاسف مش هتجيلها مره تاني. وبنرجع مره تاني لسرحات وجن، وسرحات بيسال جن يا ترى عرف مين ابو قدر ولا لا، ولكن جن بيرد عليه وبيقول له ان للاسف براء مرضتش تعترف باي حاجه. وبالليل بتروح زينب لقدر وبتطلب قدر منها ان هي تمشي وان هي ممنوع تتكلم معاها، وبتعرفها ان هي لو عملت كده امها مش هتجيلها تاني يوم. وبنروح لبيت زينب وبيتخانق مصطفى مع ابرو
إبرو، وده علشان هي قالت لجيهان ان هو قابل عذرا. فبتقول له إبرو ان عذرا بتفتري على جيهان وان هو مستحيل يكون زوج. وبتدخل زينب وبيحكي لها مصطفى اللي حصل، فبتشتم زينب عذرا لان مصطفى بسببها هيتسجن. وبنرجع لجيهان واللي بيكون قاعد مع شريكه وبيقول له جيهان ان سرحات بيدور على الموظف، فبيقول له ان هو خلاص اتصرف وهيهربوه بره البلد. وبيسأله جيهان لو عرف مكان الراجل اللي بعت له رقمه، فبيسأله شريكه مين دوت، ولكن جيهان بيقول له ان ده واحد محتاج يتعاقب. وبعد شوية بيروح سرحات لخيال وبيقول لها ان هو عارف ان هي زعلانة منه ولكنه مضطر يسيب البيت فترة، وبيقول لها ان هو حجز لها بكرة لدكتور نفساني وان هم هيروحوا له سوا. الوقت ده بيبعت جيهان لإبرو رسالة وبيقول لها إن هي تقابله الصبح في الشارع اللي جنب بيتها لأنه محضر ليها مفاجأة. وبتلاحظ عذرا إن هو بيضحك وإن هو بيكلم حد، فبتشوف عذرا تليفونه وبتعرف إن هو بيتكلم مع إبرو مرة تاني يوم بيروح إبرو تقابل جيهان زي ما اتفقوا، وبيوريها جيهان المفاجأة بتاعته اللي بتكون حبيبها اللي سرقها بيكون مربوط في العربية. وبيقول لها جيهان معاكي 5 دقايق تعملي فيه اللي انت عاوزاه. فبتضربه إبرو وبتشتمه وبتقوله إن هي كانت هتتسجن بسببه. وفي اللحظة دي بتشوفهم تركان، وبعد شوية بتروح براء بالتركان وبتفرح قدر لما امها بتوصل. وبنرجع لسرحات واللي بيكون في الفندق مع جان، وبيبلغهم الموظفين ان هم عرفوا مكان الموظف الهربان، وبيطلب منه جان ان هم يتكلموا معاه قبل ما يبلغوا الشرطة. وبيروح سرحات وبيشوف سيفدا فبيطردها من الفندق، وبيقول لها ان هو عارف ان هي بعت البراء ولكن براء مش هتقدر تديها فلوس لان هو جمد حسابها. فبتقول له سيفدا ان براء هي اللي طلبت مني ان انا اعمل معاك علاقة. فبيسألها عن السبب وبتقول له ان هو لو حصل حاجة بينا فسيفدا كده هتكون فازت. فبيسألها طب وليه كذبتي وقلت ان حصل بينهم حاجة؟ فبتقول له سيفدا ان هي كانت عايزة تضايقها مش اكتر. فبيرد عليها سرحات وبيقول لها ان لو براء حكت لبناته حاجة هتضطر هي تروح وتكذبها، وان هو مقابل كده هيسيبها تشتغل هنا. وبنرجع لقدر واللي بتحضن امها، ولكن براء بتتضايق وبتقول لها ان هي ما بتحبش حد يحضنها، وبتطلب قدر من امها ان هي تخرج معاه زي ما وعدتها. فبتقول لها براء ان هي لو فضلت تخنقها كده مش هتشوفها مرة تاني. فبتخاف قدر في الوقت ده وبتسكت، وبتديها قدر عقد عملته علشانها. فبترفض براء ان هي تلبسه، وبتقول لقدر ان هي هتبقى تلبسه بعدين وبتسيبها وبتمشي. في اللحظة دي بتشوفها قدر من الشباك وهي بترميه، فبتزعل قدر وبتعيط. وبيروح جان وبيشوف الموظف الهربان وبيضربه وبيسأله كان مين هو اللي قال له يعمل كده. فبيرفض الموظف ان هو يتكلم، فبيقول له جان ان هو لو اتكلم مش هيبلغ عنه الشرطة. فبيعرفوا الموظف ان جيهان اخوهم هو اللي كان المدير في الليلة. فبيتصدم جان جدا. وبنرجع لزينب واللي بتكون رايحة مقابلة شغل، وفي طريقها بتقابل سرحات وبتسأله زينب انت جاي ليه دلوقتي؟ فبيقول لها سرحات ان هو جاي علشان ياخدها هي وقدر للقصر. فبتقول له زينب انت عايزنا نقعد في بيت انت مش موجود فيه اصلا؟ فبيقول لها ان براء مجبرة تهتم بقدر. فبتقول له زينب ان قدر مش هتوافق ان هي تيجي، وان امها قدرت تلعب بيها زي باقي اخواتها. وبتقول له ان هي متأخرة عن مقابلة الشغل وعن اذنك. فبيطلب منها ان هو يوصلها ولكنها بترفض. فبيسألها سرحات هي متضايقة منه ليه؟ فبتقول له ان هي مش طايقاه ويا ريت تسيبني في حالي. فبيقول لها سرحات ان هو ما حصلش بينه وبين سيفدا اي حاجه وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بتتصل خيال بزينب وبتعرفها ان هي اغمى عليها في المدرسه وبتطلب منها ان هي تيجي. في الوقت ده بيروح جيهان للبيت وبتلاقي براء قاعده مع عذرا. فبيقول لها جيهان ان هي خفت ورجعت تنتشر في حياتهم بسرعه. فبتقول له براء ان هي كان لازم تتكلم مع عذرا وبتسيبهم وبتمشي. وبتساله عذرا لو كان قابل ابرو النهارده، فبيسالها ان هي عرفت منين. فبتقول له ان براء قالت لها دلوقتي. وبتتخانق مع عذرا وبتساله لو بيخونها. فبيقول لها جيهان ان هي لو فضلت تضايقه اكيد هيخونها، ولكن حاليا هو بيحبها من كل قلبه وبيسيبها وبيمشي. وبتروح زينب لخيال وبتقول لها ان هم لازم يروحوا للدكتور. بتقول لها ان هي اشترت كميه كبيره من دواء التخسيس وده اللي خلاها يغمى عليها بسرعه. فبتسالها زينب ليه عملت كده وان الادويه دي كلها سم. فبتقول لها ان هي وعدت امها ان هي هتخس 2 كيلو وانها ما بقتش تاكل اي حاجه لمده ايام، ولكن برضه ما كانتش بتخس. فبتشتم زينب امها وبتطلب منها خيال ان هي ما تتضايقش من امها وان هي بتعمل كده علشان بتحبهم. وبتقول لها زينب ان هي جميله جدا وان امها الوحيده اللي مش شايفه ده. وبتطلب منها زينب وبتوعدها ان هي ما تاخدش الادويه دي مره تاني وان هي تاكل كويس. فبتوعدها خيال وبتتصل زينب بسرحات وبتتخانق معاه وبتقول له ان هو يبعد بناته عن المجنونه اللي عنده في البيت دي باي طريقه. وبالليل بتسال براء خيال عملت
عملت ايه؟ فبتقول لها خيال ان هي عملت كل المطلوب منها، وان الدكتورة اتكلمت مع ابوها اول ما خرجت. تفرح براء وبتقول لها ان هي تطلب منها اي حاجة. في الوقت ده بتنزل كيم وبتتكلم مع امها فبتقول لها كيم عن الصورة اللي شافتها ليها وهي حامل، وبتقول لها ان هي ما كانتش شكلك كده وانت حامل فينا. فبتتوتر براء وبتغير الموضوع. وفي الوقت ده بنرجع لتركان واللي قرروا ان هم يروحوا يحضروا فرح ويسيبوا قدر في البيت. وبيروح اهل زينب للفرح وبتشوف زينب تركان وبتسألها يا ترى فين قدر، فبتقول لها ان هي 5 دقايق وهيبقوا يرجعوا البيت تاني. في الوقت ده بيروح جيهان يتخانق مع براء بسبب اللي قالته عذرا، فبتقول لبراء ان هي زهقت ان هي تكون المذنبة الوحيدة في البيت. فبيقول لها جيهان ان هي انتهت من حياتهم وان وجودها مسألة وقت مش اكتر. في الوقت ده بيجي لسرحات مكالمة من جان وبيقول لجان ان هو عارف مين اللي امر الموظف يعمل كده وبيطلب منه ان هو يقابله فورا. وبنرجع لجيهان واللي بيقول لبراء ان هي تتطلق وتمشي، فبتقول له ان هي مش هتدفع تمن كل حاجة لوحدها. وفي الوقت ده بيجي سرحات وبيتكلم مع جيهان وبيقول لها ان جان اتصل بيه وعرف مين اللي عين الموظف وبيطلب منه ان هو يروح معاه. فبيبعت جيهان رسالة لشريكه فورا. وبنروح لزينب واللي بتعرف ان تركان ما روحتش القدر لحد دلوقتي، فبتقلق زينب على قدر وبتقرر تروح هي وتطمن عليها. وبنرجع لقدر واللي في الوقت ده بيكون النور قطع عليها وبتروح قدر علشان تولع شمعة وبتنام. وبتروح زينب علشان تطمن عليها، ولكن اول ما بتوصل بتلاقي نار طالعة من البيت وبتصرخ زينب وبتسمعها قدر. وبتقدر زينب ان هي تخرجها من الشباك فورا وبتحضنها. وبتكون قدر خايفة وبتقول لزينب ان هي ما تسيبهاش، فبتقول لها زينب ان هي مش هتسيبها. في الوقت ده بيوصل سرحات وجيهان لجان وبيقول له جان ان جيهان هو السبب في كل حاجة وان هو المسؤول عن كل اللي حصل. وبيوجه التهمة لجان وبيقول له ان هو خبى السر بتاع براء لمدة سنين ومش بعيد تكون انت اللي براء عملت علاقة معاه. فبيصرخ فيهم سرحات ان هم يخرسوا شوية. وقبل ما ينطق الموظف ويقول مين اللي عينه بيجي واحد وبيضرب عليه نار في الوقت ده وبيموت. وبتاخد زينب قدر للقصر وبتسأل براء بيعملوا ايه هنا. فبتقول لها زينب ان هي من بعد النهارده ده مكان قدر وان هي هتكون امها غصب عنها. وبتقول لها زينب ان هي هتفضل جنبها ومش هتسيبها هي والبنات تحت رحمة واحدة مجنونة شبهها. ولحد هنا بيكون خلصت الحلقة السادسة من المسلسل. وما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناة علشان انزل لكم الحلقة السابعة.